هو انا اسمع كلام مين بالظبط؟ حد بيقول لي لازم اعرف ذاتك اولا، وحد تاني بيقول معرفه الذات هتيجي بالطريق الخبره والممارسه والتجربه، حد بيقول لي لازم يكون عندي خطه عشان لو ما عنديش خطه انا مش هعرف ادير حياتي بشكل كويس، وحد تاني بيقول لي لا انا لازم ابقى عارف نفسي الاول وبعد كده ابتدي اكتسب خبرات وبعد كده ابتدي احط خطه. هو انا اسمع كلام مين بالظبط؟ المشكله هنا مش في ان أنا اسمع كلام مين، ما هو القضيه دايما بتبقى في ان كل ما يتعلق بحياه الانسان، كل علوم التطوير البشري والصحة والترفيه والرياضة والتعليم كلها اتبنت على أساس إن مفيش اتنين زي بعض، فمفيش نصيحة واحدة هتنفع للكل. طيب الناس بتقول والله أنا بسمع حاجة، حد بيتكلم عن مشكلة أو تحدي حد بيمر بيه وهو متشابه ده بالظبط كأنه بيتكلم عني أنا. الإجابة مش صحيحة، أو الجملة دي مش صحيحة. هو بيتكلم عن ظروف أنت شايف إنها فيها نسبة من التشابه لكن عمرها ما تتطابق. مهما كان في تشابه، التطابق شيء من المستحيل لان مفيش اتنين زي بعض. هتلاقي في ظروف متشابهه لكن في الاخر كيفيه تفاعل الانسان مع الظروف دي مختلفه، كيفيه رؤيته للظروف دي مختلفه. طيب احنا نعمل ايه؟ ما هو احنا الناس بتبقى محتاره وبتتشتت ويسمع الكلام ده يقول لك اه والله حلو قوي، واجي اطبق حلو والدنيا تمشي معايا حلو جدا وبعد كده اقف. في منهم الدنيا ما بتمشيش خالص، في ناس الدنيا بتمشي ويقول لك انا كده تمام. بناء عليه عرفت ان انا تمام. طيب نسمع كلام مين؟ يعني التشبيه الأقرب هنا زي ما بنسمع عن حد بيكلمنا عن طريقة صحية معينة للأكل، فيتامينات معينة لازم تكون موجودة في الجسم. والله أنصح لو أنت عندك نقص حاجة زي معينة تروح تاخد الجرعة دي. الكلام ده كلام عام ولا يصح استعماله على المطلق لكل إنسان على وجه الأرض. هنا أهمية التعامل مع أهل العلم، أهل الاختصاص. أنا أحمد مصطفى، استشاري التطوير المهني الممارس لمجال التطوير المهني، ما يزيد عن 23 سنة بمارس هذا المجال. بدأت ممارسته فقط بالخبرة، ثم اكتشفت ان انا احتاج الى العلم فتعلمت، ثم بدأت الممارسة الى ان اصبحت على ما اصبحت عليه، واتمنى ان شاء الله اقدر اقدم لكم ما يفيدكم. انا بعذر كل اللي بيشوفوا من هم يقدموا خدمات للتطوير البشري ان هم مش فاهمين هو انا اروح للكوتش ولا اروح للكونسلر ولا اروح للمدرب. ولا عندك حق في ان انت تكون كونفيوز او تكون انت محتار او مشوش، لان المتلقي ما هوش عارف الفرق ما بين الكوتش والفرق ولا الكونسلرز ولا المدرب ولا اروح لمين فيهم واسمع كلام مين. ده بيقول لي حاجه ولاقيها حلوه جدا جدا جدا، ابص اروح الاقي واحد تاني يمكن بيقول عكس اللي اتقال ده والاقيه برضه ممكن بيقول كلام حلو، او انا مش فاهم ده خالص او انا مش متفق مع كل اللي بيتقال. احنا تعبنا ونعمل ايه؟ خلينا نبتدي نحاول مع بعض برضو بشكل عام مش بشكل خاص. شكل خاص لازم حضرتك تروح لأهل الاختصاص تبع المشكلة بتاعتك. ببساطة شديدة لو انت بس عاوز تحط خطة تساعدك على انك انت تتحرك وما عندكش ما يعوقك عن انك انت تتحرك وتطور حياتك، افضل حد ممكن تتعامل معاه هو الكوتش اللي هيساعدك فعلا انك انت تحط خطة في اطار ان انت ما عندكش مشاكل تعوقك عن الحركة ومشاكل مرتبطة بالماضي. طيب انا عندي تحديات مرتبطة بالتربية، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بنمو الهوية بتاعتي، فهنا هحتاج بنسبة كبيرة ان انا اتعامل مع الكونسلرز بدون ما اخوض في فروقات ما بين كل حد والتاني بيقدم ايه. خلينا نتكلم على السمة الاساسية في اختياري لاهل العلم والاختصاص في هذا الامر. اولا في 3 عناصر مهمين جدا في اي حد انا هسيب له نفسي عشان يساعدني. لازم يكون اهل علم، يكون اتعلم، عنده دراسة، عنده علم، ولازم يكون اهل خبرة، يعني معناها انه هو عنده خبرة في الحياة، خبرة في الحياة عموما. ولازم يكون اهل ممارسة، يعني ايه؟ يعني يمارس حالات شبيهة بالحالات بتاعتي. عدم توافر اي عنصر من العناصر ال3 دي بتخلينا ما عندناش الثقة الكاملة في ان من يقدم لي الخبرة او من يقدم لي العلم او من يقدم لي الخدمة هيكون الافضل بالنسبة لي. في حالة الناس اللي بتعتد على خبرتها الحياتية فقط، ودي احنا شطار فيها قوي، انا مريت بمراحل في حياتي فعندي خبرة معينة فبننقلها، زي بالظبط كده ما الاباء والامهات بينقلوا الاجيال اللي بعدهم ازاي يربوا ابنائهم. وطبعا ده في خلل كبير قوي. الفكرة اللي بتعتمد على ان انا اعتمد على خبرة الانسان فقط، خبرة الانسان فقط، ماش افضل حاجة. طيب اللي عنده العلم، ممكن واحد قاعد يدرس سنين طويلة ويتبحر في العلم بشكل كبير جدا، ده عنده العلم، لكن هل عنده الخبرة الكافية اللي تساعدني على ان انا اشوف العلم ده ازاي يتم توظيفه؟ العلم وحده لا يكفي.
مهم جدا 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 ولا يجتزأ كلامي، مهم جدا، لكن محتاجين الخبرة. العنصر الثالث وهو الممارسة. إذا توفرت الخبرة، الإنسان بطبيعة حياته كل ما بيتقدم بالعمر ويمارس وظائف أو يمارس ظروف وتحديات معينة في الحياة بيكتسب خبرة. بس هل الخبرة دي تتفق مع احتياجي أنا؟ هنا بقى موضوع الممارسة. يعني إيه الممارسة؟ يعني مقدم الخدمة ده بيكون عنده ممارسات لناس مروا بنفس اللي انا مريت بيه، لناس مروا بنفس الظروف اللي انا مريت بيها، في نفس المجتمع بتاعي، نفس البيئه اللي انا عايش منها، عشان اضمن ان ممارساته قبل كده هتقدر تساعدني ان تكون العلم اللي اتعلمه والخبره الحياتيه اللي عنده والممارسات اللي ممارسها مع اشخاص زيي هتكون اقرب لفهمه انا بمر بايه، فيقدر يساعدني بشكل كبير. هنا هنبتدي ننتقل بقى، واعتقد ان الموضوع ده لازم يكون ليه يعني لقاء خاص بيه، الهوية المهنية. احنا هنتكلم بعد كده عن الهوية المهنية تحديدا وايه اهميتها، والناس بتشوفني ازاي، وانا مفروض اشوف الناس ازاي واتعامل معاهم ازاي. لان في بعض من هم اهل العلم يقول لك والله الانسان ليه اكتر من شخصيه، فاذا كان الانسان ليه اكتر من شخصيه هو ده كده مجنون، هو ده كده انا عندي شيزوفرينيا او سكيزوفرينيا ايا كان يعني اللفظ العلمي بينطق ازاي. لا خالص. تعدد شخصيات الإنسان ده فيها منحة للإنسان إذا استطاع أن يفهم ماهية التعددية ديت وقدرته على إدارتها بشكل صحيح عشان يقدر يتحكم فيها ويديرها بشكل صحيح. عدم إدراكه للتعددية دي هو ده اللي بيقع في حيرة وبيوقع الناس كمان في حيرة، هو أنت مين من الشخصيات دي؟ أعتقد أن دي حاجة محتاجة النقاش فيها بشكل منفرد ومنفصل عن الفيديو ده، وكل كلام هنتكلم عنه هيبقى مجرد نقاط للاستيضاح، إضاءات عشان أنا كمستمع أعرف هو أنا محتاج إيه بالظبط عشان خاطر أعرف أدير حياتي بشكل صحيح، عشان حياتي لا تسلب مني وبص ألاقي سنين العمر كلها بتعدي مني وأنا مش عارف هي بتروح مني فين، وأنا مش عارف أنا ماشي صح ولا غلط. إحنا كلنا، وهنا أقصد كل من يهتم بحياة الإنسان، يجب أن تتوفر فينا الثلاث شروط اللي قلتها: العلم والخبرة والممارسة. قبل ما تفكر تسمع لحد أو تروح لحد عشان يديلك النصيحة الصحيحة، عشان يقدم لك خدمة تطويرية صحيحة، لازم تتأكد من الثلاث عناصر اللي احنا قلناهم دول. ولازم تبقى عارف برضو وانت بتسمع لأي فيديو، بتسمع لأي نصيحة، اعرف انك انت بتسمعها بشكل عام، ما هياش مخصصة فقط ليك انت، لان احنا ما نعرفش ظروفك ولا نعرف حاجات كتير قوي عنك تسمح لنا ان احنا نقول المعلومة بشكل خاص بيك انت. شكرا لحضراتكم.